بابا أنا مش مبسوطة. مين مبسوط فينا؟ يكش تكوني فاكراني مبسوط من اللي حصل ده. بالعكس، ده طلع عكس كل اللي كنت بتمناه لك وبحلم لك بيه. انت فاكره يعني ان هين عليا ان اجوز بنتي الوحيده لواد من كلاب الشوارع، واد ما كنتش بطيء ابص له ولا ارد عليه كلمه. انا كان نفسي اجوزك جوازه ملوكي، اخدك من ايدك واسلمك لعريسك، اقول له خد بالك منها، دي بنتي الوحيده، اغلى حاجه في حياتي. بس انت صحتيني على كابوس فظيع قوي لما عرفت انك على علاقه بابن فايزه الشبح. ألد أعدائي لو إيه عامل منه كمان. ضياء كان جوزي، ولو كلمته دلوقتي برضه هيجي يتجوزني، بس خلاص أنا اللي ما بقتش عايزة أعرف عنه أي حاجة ولا بقيت عايزاه. بص يا آسيا، ابن فايزة الشبح ده لو الراجل الوحيد في الكرة الأرضية مستحيل أجوزهولك. احنا ما فيش دلوقتي قدامنا غير ان يبقى الحال على ما هو عليه. تفضلي على ذمة فهد لحد ما تخلفي وتتكتب الخلفة باسمه، وبعد كده كل واحد يروح لحال سبيله، واللي له حق يبقى ياخده. نامي نامي يا آسيا. حاضر. طمنا يا دكتور، هو عامله ايه؟ هي بخير عن الاول وهتبقى احسن مع مرور الوقت. طب دخلنا اشوفها. لا استنى يا استاذ، هي بس تفوق من البنج وهنلاقي الغرفه العاديه وبعد كده تقدر تشوفها. رواق جرى لها حاجه؟ للاسف اختك اتعرضت لحادث اغتصاب عنيف سبب لها نزيف حاد. اغتصاب ازاي؟ انت بتقول يا دكتور اختنا راويه؟ اهدى ارجوك، انا مقدر الحاله اللي انت فيها وعارف صدمتك. النيابه جايه الصبح عشان ياخدوا اقوالها، تكون هديت وتقدر تتكلم معاهم. ممكن اطلب طلب؟ اتفضل. ممكن لما النيابه تيجي هنقول لهم انها حادثه عربيه، بلاش نجيب سيره الاغتصاب بالله عليك، ده عرض بنت. للاسف مش هينفع، الضابط اللي كان موجود في المكان بلغ الاسم واتكتب تقرير طبي بالحاله، ودي مسؤوليه قانونيه. طب يعني بس اسمعك، بس يعني ابوها وامها جايين، مش عايزين نجيب سيره موضوع الاغتصاب ده قدامهم. دول ناس كبار في السن ومش هيستعملوا يسمعوا على بنتهم كلام زي ده. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، ده طلب انساني من الراجل ده راجل، وانت كده مش هتخالف القانون، بس هتبقى سترت على بنت. حاضر، وانا هبلغ كل التمريض، مفيش اي حد منهم يتكلم مع اي زائر. كتر خيرك يا دكتور، ربنا يستر وراك. عن اذنك. بنتي حصل لها ايه؟ بنتي جرى لها ايه؟ طمنوا هي بس حاسه بسيطه، عربيه خبطتها والحمد لله جت سليمه. الدكتور طمني يا جماعه، الدكتور طمني ياما، الدكتور طمني. الحمد لله يا اخوانا، مش ان شاء الله. انا امي قالت لي انها جت سالت عليا وكان وشها مخطوف.
اشوفها يا فهد والنبي اشوفها واخدها في حضني يا فهد والنبي. ياما مش هينفع ياما، بنتك في البنك. يا جماعه الدكتور طمني، بكره الصبح هتبقى كويسه وهندخل كلنا نطمن عليها. بتضحك عليا والله العظيم ما بضحك عليكي. طب حد خد نمرة العربية يا فهد؟ محدش لحقها، بس الحمد لله قدر ولطف. اهدي ياما، اهدي ياما، اهدي. راوية، انت تقدري تتعرفي على حد من اللي عملوا كده؟ لا، حاطين حاجات على وشوشهم، ما شفتش فيهم حد. طيب انت ايه اللي وداكي المكان هناك اصلا؟ طريق رجوعي من الشغل. طيب حاولي تفتكري العربية، لونها، شكلها، النمر اللي عليها، اي علامة مميزة. انا مش فاكره حاجه، مش فاكره. سيبوني بقى، سيبوني، انا مش عايزه افكر اللي جرالي والنبي. سيبوني يا فهد والنبي، سيبوني. خلاص يا راوية، بعد اذنك يا باشا، كفايه كده. ماشي، بس عايزك لو افتكرتي اي حاجة تكلميني فورا. ده الكارت بتاعي. السلام عليكم. لا ما تبكيش، فعينك ما تبصيش في الارض. كسروا عيني يا فهد، ضيعوا شرفي، داسوا عليا ولا شرفي بجسمتهم. اقتلني يا فهد، اقتلني، ابوس ايدك، انا مش هعرف اعيش في الدنيا دي. اقتلني، ابوس ايدك. معرفش، تقطع ايدي قبل ما تتمتع عليكي. ده اشرف بنت في الدنيا دي، لو كل الناس سابوك انا مش هسيبك، هفضل جنبك لحد اخر يوم في عمري. انا اخوكي وابوكي، ستر وخطا عليكي. ورب الخلق هجيب لك حقك من اللي عملوها، حتى لو كانوا شهدين كهنة. بس ساعديني، قولي لي اي حاجه توصلني ليهم. انا كتبت على وكيل النيابه. كتبت ليه؟ عشان مراتك. مراتي مالها من الحوار ده؟ كان النيابه بعتت لي رساله على الواتس، وبعتت لي فيها لوكيشن، وقالت لي الحقيني بس ما تقوليش احد، وهناك حصل اللي حصل.